فيني اقعد؟ طبعا. بتذكر بتحب القهوة مع الحليب وشوية سكر. بصراحة صرت بآخر فترة عم بعد شوي عن السكر، بس الله يسلم ايديكي. تولجا، أنا بالحقيقة بدي أسألك سؤال. مو هداك اليوم أنت قلت لي إنك مو معجب فيني بالمرة؟ وإنك على علاقة مع إليف وإنه أنا فهمتك غلط؟ تتذكر هالشي؟ ايه بتذكر. طيب بما إنكم أنت وإليف ما نكون على علاقة مع بعض، وبما إنكم كنتوا عم تلعبوا هاللعبة بس مشان أوجان، بدك تسأليني إذا لساتني معجب فيكي مو هيك؟ خلينا نقول مجرد فضول. طيب اسمعي، رح أحكي بكل وضوح. صراحة كنت كتير معجب فيكي، حتى كنت مفكر أنك رح تعترفي لي بإعجابك فيني كمان. بس للأسف أجيتي وقلتي لي إنك معجبة بماهر، والقصة ما وقفت هون. طلبتي مني إنه ظبط الأمور بيناتكم. تولجا، ما كنت بعرف. ما كنتي بتعرفي، بس هالشي كان صعب علي. بهديك اللحظة قلت لحالي شو عم ساوي، وكتير زعلت وانقهرت. ما قدرت استوعب المسخرة اللي حطيت حالي فيها. بس بتعرفي امتى وجهتي لي الضربة القاضية؟ لما اجيتي لعندي وقلتي لي ما كان لازم تنعجب فيني وتحبني تولجا، وصرتي تصرخي علي وكأنه هي الأحاسيس بإيدي أنا، أو بقدر سيطر على مشاعر قلبي. ولهذا السبب قررت شارك إليف بهديك اللعبة. هلأ فيكي ترتاحي، ما عدت معجب فيكي ولا شي. طبعا هيك قلت لحالي. تولجا، كان في داعي لكل هذا الشيء؟ لو انك انزليتي مثلي شو كنتي عملتي؟ بالحقيقة انجرحت وانكسر قلبي، وطبعا بسبب كل هي الأحداث. تعرفي بعدين شو صار؟ قررت بعد عنك يا ياسمين. بكل الأحوال أنا بتشكرك على القهوة، ولأنك ما نسيتي كيف بحبها. العفو. خليها على حسابك شي مرة، بس مرة وحدة.